اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. صباحكم فل، صباحكم عسل، صباحكم نور، صباحكم خير ان شاء الله. صباحكم باحلى اكل، الكبسه. ايه رايكم في الكبسه؟ هنعمل كبسه بطريقه جديده وهتعجبكم قوي ان شاء الله، وزي الفل وعشرة على عشرة. معانا شويه بهارات حلوين، ومعانا فرخه مغسوله ومتنضفه ومنقوعه وزي الفل وعشرة على عشرة. بهاراتك ايه يا حنان؟ احط الاول معلقه توم كبيره مهروسه كده ومتعانه عندي في الفريزر، باخد منها. ومعلقه زيت. ماشي، دي زيت ذرة عادي، عايزه تحطي زيت زيتون حطي معلقه. ومعلقه خل. تمام كده. وهاخد بقى قشر الليمون، هبشرها. هاخد الايه الاخضر بتاعها بالريحه الجميله بالزيوت بتاعتها. هاخد. يبقى احنا لغايه دلوقتي ماشيين واحده واحده باحلى كبسه، واحلى طريقه واحلى طعم، والله هيعجبكم ان شاء الله، جربوها وهتقولوا انا على حق. هاخد برضو قشر برتقان. ايه رايكم في الكبسه بالبرتقان؟ طعمها تحفه. تحفه تحفه تحفه. والله جميل، صح يا جوري؟ جوري بتقول صح، بس طبعا هي بتهز راسها، ما مش مطلع. لا كلمي، هما مش شايفينك. صح. صح. هاخد كل القشر ايه، الرقه الرقيقه اللي الرقيقه اللي على البرتقانه، مش هاخد الابيض. هاخد اللون الحلو بتاعها البرتقاني الجميل ده. هقلب كله على بعض. ممكن تحط حاجة واحدة منهم. ممكن نحط حاجه واحده منهم لو في حاجه. مفيش برتقان مفيش مشكله، في برتقان حط. احط بقى بصل بودره. عندي توم بودره. عندي كمون. معلقه من كل نوع. تمام. وعندي الشطه بقى، ده حسب اختيارك، هي كانت مشطشطه قوي لان انا زودت شطه تاني، فدي بقى حسب الاختيار. عندي فلفل اسمر معلقه حلوه كده مليانه. كل حاجة معلقة بس، غير الشطة اللي انتوا رايحين بقى مش عاوزين تحطوا شطة ايوه. عادي برضه. مم. اعصر بقى الليمونه. انا خدت قشرها. هاخد ميتها كلها. انزل ليمونه، الليمونه كانت كبيره بسم الله ما شاء الله، فيها ميه يعني. تمام. هاخد قرفة. نص معلقة قرفة. عايزة تحطيها عيدان حطها عيدان. ودي بابريكا، بس انا هكتر بابريكا شوية لان انا استعولتها معلقة. اللي بتقلب دي جوري. وعندي طبعا بهارات. عندي دي زنجبيل. ودي التوم البودرة، انا حطيت الاول بصل. ممكن تحطوا يعني ممكن تحطوا اي حاجة وديت لو بهارات كبسة. كانت عندي. وديت مرق الدجاج. دي مطحونة تقريبا. مطحونة. وعندي هيل معلش قرنفل. نطرة بسيطة كده. وهحط ملحي. هظبط الملح بتاعي. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله انا قلبتها كلها ببعضها. هنزل عليها بايه بقى؟ بعصير البرتقان. البرتقان انا خدت بشرها. عصرتها. او ممكن. تمام. ورقتين غار. عندي لسه الهيل. انا بعمل ايه في الهيل؟ بفلقها نصين بكسرها. عشان انا عايزه الريحه بتاعتها. لو عندك مطحون حط مطحون. انا كان عندي مطحون بس والله كسرت ادور عليه. فلقيت دي قدامي فقلت يلا همشي بها نفسي برضه. تجرب اي حاجة برضه. ايوه. عندي بقى مستكه. انا بكسرها زي ما انتوا شايفين كده وهاخدها بودره. تمام. والله شويه تتبيله. عامله ايه يا جوري؟ حلو بس ما شاء الله. عشرة على عشرة بسم الله ما شاء الله. هقلبها بقى في الفراخ كلها. سيبها بقى ساعة ساعتين تلاتة تعمليها على بيات. مفيش مشكلة، مش هتخسر معاك. اللي انتوا عاوزين. هتعمليها وتبدأي فيها على طول زيي. اللي انتوا عاوزين. ايوه مفيش مشكلة. انا مركنتهاش صراحة كتير والله. انا عملتها يعني واستبرت يعني شوية عما خرطت البصل مش عارفة ايه. وبدأت فيها على طول. ساعة ساعتين انتوا عاوزين. اللي هم عايزينه يعملوه. تتبيلة حلوة. عشرة على عشرة وزي الفل. عندي الحلة. انا بسخنها. وحاطة فيها زيت. انا حاطه فيها معلقتين زيت متعرجه. الكاميرا فصلت وانا بحط الزيت. بس انا حاطه فيها معلقتين زيت وسخنه قوي قوي قوي. وبنزل الفراخ وبغطي عليها، بخاف من نطوره الزيت. لان اللدعه بتعمل يعني حاجات كتير صعبه صراحه. فشوفي قطعه بقطعه. وقلبي عشان ما تلزقش منك، ولازم أن تكون الحله سخن. انا كده خلصتها. وصفيت الزيت اللي في الحله زي ما انتوا شايفين انا مرمتوش.
انا خلصت الكميه، بس طبعا لقيت نازل فيها حاجات سمرة، فرجعت فضيته تاني وغسلت الحله تاني معايا. ممكن تستخدمه اللي هو يعني ممكن ما تستخدمهوش وتستخدمها واحد لا بداله. لا لا، هو حلو نستخدمه، هو حلو. علشان هو طبعا فيه بهارات مكان الفراخ، والسمونية بتاعت التحمير، والبهاريز كله بتاع الفراخ نازل فيه، فما نستغناش عنه لا، عشان يدي طعم حلو. هو حلو وحطيت برضه معلقة مش سمنة وحش. كبيرة. هو وده حلو مش البصل وحش عندي برضه. ديت بصلتين اتنين وسط، ما فرماهم ناعم على ايدي، مش في الكب، على ايدي. عشان برضه احنا مش عاوزينها ناعم قوي يعني. مم. هقلب لغاية ما ياخد لون معايا ويصفر. هو الزيت الصراحة هو حلو مش وحش يعني. هنزل بغار، دي بقى الاعشاب اللي هي هحطها صحيحه كده، والليمون اللومي، وقرفه، وهحط كبه، وهحط قرنفل، وهحط هيل. دي بقى البهارات الناشفه اللي بتنزل. تمام. ايوه يعني ومستكه. م. تمام كده. هياخدوا بقى تحميصه مع البصله، والريحه تطلع وتبقى حلوه جدا. ولو عندك حته جنزبيل فريش قطعه صغيره كده، حطيها برضو. مش هيخسر حاجة، حلو لا. برضه. وده الفراخ عندي بعد ما اتحمرت واخد اللون الحلو ده. انتوا ما تسويهاش، انتوا هتحمروها بس. ايوه اخدت لون حلو، وقفلنا المسالي بتاعت الفراخ واخدت الصدمه. ودي بقى ايه، القنص والجناحه والكبايد ومش عارفه ايه الحاجات اللي بالكوا فيها، حوايج الفراخ والرقبه، حبه حبشتكنات بتاعته. صلوا بينا على النبي يا اولاد، ما تيجي يلا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على الطبخه الحلوه والريحه اللي كانت احلى منها ما تلاقيش. سبتها قيمه 10 دقايق. طبعا انا حطيت ميه على البهارات اللي كانت من بقيه الفراخ، وحطيت صلصه، وحطيت لي زعفران، لون زعفران. دي الميه، العلبه الرز البسمتي بتاخد كوبايه الرز البسمتي بتاخد عليها كوبايه ونص ميه، لان انا نقعاه يعني اكتر من نص ساعه، دخل على الساعه الا ربع منقوع، يبقى هياخد مني كوبايه ونص ميه، كوبايه الرز كوبايه ونص ميه، والميه ديت مغليه. عملت ايه يا حنان، حطيتها على البهارات اللي كانت في الطبق اللي طالعه من بقيه الفراخ، ما رميتهاش، التتبيله الحلو. حطيت معلقتين صلصه واللون، وظبطي ملح، كان لسه ما حطيتش ملح برضو. الصراحة يعني انا كنت هاكلها بجد نية من كتر الريحة اللي عجبتني. ايوه. هسيبها بقى لمده 10 دقايق، هتاخد حاجه كده في السوي، يعني 10 دقايق سوا ما يكملش. علشان ايه؟ بزود بقيه الميه. علشان ايه يا حنان؟ علشان الرز بياخد سوا، بياخد ترديد، الفراخ ما تنهرش منك. وبعدين كانت طالعه الفراخ دايبه ومهريه 10 على 10 زي ما انتم شايفين. حطيت ملح، ظبطت الملح. الصراحة يعني جربوا الطريقة دي، لو ما عجبتكمش يعني بصوا، بس الصراحة وبزود ان شاء الله شطه، عشان هتعجبكم. قلت لكم انا زودت شطه كتير. ان شاء الله يعني عايزينها الاكل مشطشطه سبايسي جامد قوي. ان شاء الله يعني الاكل ده هتعجبكم. ان شاء الله هتعجبها. شفتوا منظرها؟ بسم الله ما شاء الله. ده الرز انا نقعاه رز بسمتي منقوع. تمام. كوبايه رز خدت قد ايه؟ هنام معاكي ميه كوبايه ونص ميه، ما تزوديش لان منقوع. الصراحة يعني مش هتنقعيه، حط معيار. وقلبت قلبت قلبت، وسيبها بقى لغايه ما هي طبعا مش اول ما بيغلي بتطفي بتوطي عليه، لا، هي بتسيبيها شويه. زودت كمان شويه لون، هتسيبيها شويه لغايه ما تنشف، لان مش زي الرز المصري اول ما بيغلي بنطفي، لا، سيبيها لغايه ما تنشف ووطي. اعمل بقى السلطه احنا بتاعتها، طماطم وفلفل وشبت وكزبره وفص توم، ودي كله على كبه وتاخديه تضربيه. انا يعني في ناس معظمها عارفين طريقة الكبسة، بس دي طريقة كبسة جديدة يعني حلوة. اضربي كله بقى في الكب. عايزه تزودي شويه ميه زودي. طبعا انا حاطه كمون، حاطه ملح، حاطه فلفل اسمر، حاطه ليمون، حاطه خل. دي البهارات اللي اتحطت مع السلطه دي، السلطه بتاعت الكبسه. ان شاء الله هتعجبكم. تمام. دي سلطتها. وطبعا زي ما انا قلت لكم الرز البسمتي حطيت شويه زيت. الرز البسمتي يا حبايب قلبي اول ما بيغلي ما توطيش عليه النار، بيفضل يغلي كده ويبقبق يبقبق لغايه ما ينشف. هدي النار خالص وسيبها بقى ونسيها ساعه، ساعه ونص، ساعتين، سيبها على نار هاديه، المهم ان هي ما تتحرقش منك وتبقى النار هاديه. وده السلطه بتاعتها. حطوها بقى في اي بولة أو أي نعمل حاجة. بقى الطحينه.
نخش بقى على الطحينة. عندي الطحينة اهيت. تمام. وعندي بقى ملح، شطة، فلفل اسمر، بهاراتها الحلوة دي، والزبادي، بس هي علبتين زبادي. ومية مغلية. طبعا باخد الاول الطحينة قيمة 3 معالق او معلقتين 2 كبار. وعندي فص توم، وعندي معلقة خل. ممكن تعايره بالمعلقة. هقلب كله ببعضه. تمام. اديلها تقليبة جامدة كده. انتوا ممكن تعايروا بالمعلقة وتعايروا بالحاجات بتاعتها. اديلها كده تقليبة، وحط بقى ايه المية. واحدة بواحدة. مم. حط نبدأ المية دي مغلي. حط مية مغلي. نقلب بقى كده. احنا بنحط ماء مغلية عشان تفكي معانا مم. بسهولة. وهنحط بعد كده ايه الزبادي. اول ما تفك زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليها بقى بعلبتين زبادي. مش حابة تحطي زبادي براحتك اللي انت عايزاه، بس الزبادي حابين بيديلها طعم حلو والله صراحة يعني. حابين تحطوا ما تحطوش انتوا عاوزين. مهم. ننزل علبتين الزبادي. صراحة التحية كانت حلوة يعني. وده الكمون، بهاراتها بقى، البهارات الحلوة تديلها طعم جامد والله البهارات. وده الملح، ودي نطرة شطة برضو، هي سبايسي كل حاجة بقى احنا شطشطناها. صراحة يعني انا اتغديت، انا متعشتش اصلا من كتر الحلاوة اللي انا اكلتها. كلت وشبعت. ودي فلفل اسمر، فلفل اسمر. وده الكبسة يا جماعة بعد ما استوت. بسم الله ما شاء بصوا الله. الشكل، بصوا الحلاوة. شفتوا بنزل بقى ايه البهارات اللي انا حطيتها حصى على الوش. شوفوا بنقيها بشيلها بايدها. عشان ما نجيش في بقنا ايوه. كده. منظر حلو وتحفة وعشرة على عشرة وزي الفل والله. زي ما انتوا شايفين. هغرفها بقى الوقت في صينية كبيرة كده. ممكن تعرفوها بطبق او صينية، بس لا احسن صينية لكم، كبيرة كده. احسن لكم الصينية الصراحة. ايوه. تبقى وده جميل. المنظر بالهنا والشفا. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوناش بقى ايه في الاشتراك في القناة واللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ حنان. لا احلى اكل. وهي ايه وهي بس ايه احلى اكله. ومع بصوا السلامة. عشان الكلمة احلى اكلة دي عشان بنعمل اكلات حلوة.